مرحبا بكم. فرحان برشا اللي شفتكم. فما اللي نعرفوا ما عندي برشا، فما اللي نعرفوا ما عندي شوية. المهم مرحبا بكم في مهرجان الفنون الملتزمة بدائل 15-17 ديسمبر. بدائل يحاول يطرح بدائل في المسرح، في السينما، في الكاريكاتير، في النقاش، في الطرح العام. طبعا نحب النجاح يحالفنا، ولكن على الأقل عندنا جرأة التفكير وجرأة الطرح وجرأة المحاولة. هذا المشهد اللي حبيناه من برنامج قعدنا نفكر بين أكثر شوي. حاولنا نجمع نخبة من الفنانين والمثقفين والقامات والشخصيات التي أنتجت ولا زالت، بنخبة أيضا من الشباب اللي لا يقل قيمة، عنده مواهب أيضا وعنده ما يقدم وعنده ما يبرهن للعالم وتونس أولا. الليلة معنا الفنان اللي نحبوه برشا موجود احنا بالكيف، الفنان الملتزم بالقضايا الإنسانية، نرحبوا ببعضنا بياسر الجراتي. السلام عليكم يا جماعة. دونك نحب نشكر الجنرال مع حما حكيم وجماعة أخرين ما نعرفش اساميهم، أولا على هالمهرجان هذايا، المهرجان النوعي وما أحوجنا لحاجات كيف هكا، وثانيا على هالفضاء الجميل هذايا في بلاد الناس كل تعرفوا اللي ثقافة ماهوش مشروع ربحي، لكن فما ناس يؤمنوا بحاجات أكثر من الربح المادي، يؤمنوا بالإنسان، فحلوا فضاء كيما هكا. ينجم يكون عنده مشاكل مادية لكن عنده برشا انتصارات في الجانب الإنساني. أنا متأكد اللي برشا شباب باش يتغيروا من خلال حاجات شافوهم من هنا، باش تغيروا للأفضل أكيد، مخهم باش يتحل على نوافذ جديدة. دونك يعطيكم الصحة. أنا اسمي ياسر، 23 عام تالي كنت نقرأ في معهد الفنون الجميلة. كانت عندي جيتارة هكا ندندن شوية ونعاود في شوية أغاني تاع ناس آخرين، كانت لعبة بالنسبة لي. حتى شفت مشهد رهيب، مشهد اغتيال طفل فلسطيني في حضن أبوه محمد الدرة، عمره 12 سنة. كان يمشي هو وأبوه في شارع صلاح الدين في غزة، كي يروحوا في إطلاق نار، خبى ولده. دا يقول للصهاينة ما تهربوش، لكن وقع اغتيال محمد الدرة في حضن أبوه. ليلة عامة مش موجود. شنو لازمني نعمل؟ حاجة عادية يعني تتفرج على اغتيال الطفل في حضن أبوه تقريبا في المباشر وقتها. فقررت أني نكتب. نعرف أني أنا مانيش شاعر، لكن عندي برشا وجيعة داخل الشيء اللي شفته، فخلاني نكتب أول أغنية. ما كنتش لي أغنية بالطبيعة، لكن باش نداوي روحي كتبت حاجة سميتها سكيت. وليد عنده حاجات
وعسكر بالدبابات، حكاية توها وفات في القدس بالدم وتنجرى، وليد عنده حجرات وعسكر بالدبابات، حكاية صار لها سنين في القدس في غزة وفي جنين، العيون تتفرج فيه قتلوا ولده ما بين ايديه، العيون تتفرج فيه قتلوا ولده ما بين ايديه، نادى محمد يا ضراب اطلع مني غطى عيني. علاش في القدس الصخرة بكات؟ علاش يا ناس هالكل سكات؟ زعما محمد ما خلى وراك الحكايات، العيون تتفرج فيه قتلوا ولده ما بين ايديه، العيون تتفرج فيه قتلوا